مرحبا بكم أنصار ومشجعي المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. سفارة المغرب تواكب أنصار الأسود بقطر، حيث كشف محمد الستري سفير المغرب بدولة قطر أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق غدا الأحد ستشهد حضورا قياسيا للجمهور المغربي. وقال الستري في تصريحات لقناة بي إن سبور القطرية أن الجمهور المغربي حاضر بقوة في المونديال، ويعتبر ضمن أكثر الجماهير اقتناء للتذاكر وحجزا للفنادق بقطر. وأوضح سفير المملكة المغربية بقطر أن السفارة عبأت منذ مدة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كل إمكانياتها لمواكبة الجماهير المغربية التي ستحضر هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. وأضاف المتحدث نفسه: الحضور الجماهيري نابع من شغف الشعب المغربي بكرة القدم وبعشقه لفريقه الوطني، والجماهير المغربية ستعمل أيضا في إطار مبادرة أطلق عليها رابطة المشجعين العرب تحث على تشجيع الفرق العربية الأخرى، وذلك كدليل على تمسكنا بهويتنا العربية وعلى وحدتنا. يشار إلى أن الجماهير المغربية كانت قد خلقت الحدث في نهائيات كأس العالم الماضية بروسيا بحضور قياسي في مباريات أسود الأطلس في دور المجموعات، وينتظر أن تساند بكثافة العناصر الوطنية في قطر انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل، حيث يواجه المغرب منتخب كرواتيا. حظ سعيد إذن للمنتخب المغربي، وفرجة ممتعة لكل عشاق المنتخب الوطني المغربي أينما ذهبوا أسود الأطلس، أينما وجد الجمهور المغربي.